السلام عليكم، الله يسعد مساكم يا أحبابي وأصدقائي، يا مرحبا. الليلة بعطيكم قصة، أو اليوم يعني قد احنا نعتبر اليوم بعطيكم قصة. ممكنها رواها أكثر من واحد، لكني بعطيكم إياها بصيغتي وأسلوبي. هذا الرجال خذ بنت عمه وأمس الرجال يوم أصبح فله ما يملك شيء، كل اللي عنده دفع مهر، جميع ما يملك. فكر الرجال وحاسب أموره وقال أنا أستاذن، أنا بروح أضم. إيش معناته أضم؟ يبغي يشتغل راعي عند غيره، راعي حلال. قال أنا والله ما أملك شيء، وكل اللي عندي دفعته مهر، ولا يصير إني أعيش كذا مكتوف الأيدي، ولا ما أخذ لها حالة أبيها بالمدامر صدق. قالت أبدأ، الله يسهل عليك. راح الرجال له يومين على طور وجهه، ويوم أصبح وذب مع ذاك الرجال فريته كلب في ذاك الوادي اللي إن كانها شوي 100 ناقة، إن كانها شوي. المهم من الرجال من راعيها، يوم من راعيها هنا ذاك الرجال أبو شعرتين، يعني في منتصف العمر. وش علوم؟ قال أنا رجال أبغى أشتغل، أبيك تشغلني عندك. قال على خشم، لكن عندي 3 شروط. إن كانك رجال بتطبق الشروط شغلتك عندي، وإن كانك رجال ما أنت مطبق الشروط، وإن كانك ما أنت مطبق الشروط فالله يستر عليك. وترى البلد ذي ربع بلي، أنا عندي حوالي 400. قال وش شروطك؟ وش بتعطيني مقابل إني أشتغل عندك؟ قال بعطيك كل سنة ناقة، لكني أول شروطي إنك ما تشوف وجهك في مراية طالما إنك شغال عندي. الشغلة الثانية ما تشرف، ما تطلع لك في مكان مرتفع مثل جبل ولا نقا ولا. والشرط الثالث إنك ما تشوف نجوم بعينك، ما ترقد إلا في خيمة. قال بس أمر بسيط. قال أجل توكلنا على الله. اشتغل عندها الرجال وقام يشتغل لين صار له 15 سنة. يوم زل له 15 سنة وطلع من الخيمة، ولا عليهم ذاك الغيم الشابك يمطرون من البارحة في الليل والمطر شغال. فلا هنا مثل الحصاة اللي ربي حاطها كانها وعاء، كانها سحالته ولا مليان تمة، من صافي كانها مراية. طل الرجال فيها يبغي يغسل وجهه، وشاف وجهه في الماء، فلا وجهه كله شيب وتجاعيد وشيء يروع. ولا الرجال يوم قام يعيد تفكيره، قال أنا وش باخذ من الدنيا 15 سنة كذا وجهي كله شيب وتجاعيد وشيفة تحزن ويشرف. الحين خربت الدعوة، شرف يوم شرف. فلا ذاك الضلع له مر، ولا ذاك الضلع له مر من عنده يوم هو جاي يدور للشغل. تذكر هذا وتذكر يوم تفكر في الليل فلا نجوم. ولا الرجال يوم استخف صدق. تذكر حله، تذكر امرته، تذكر أبيه وأمه. يا الرجال يوم مرة يوم جاء معزبه قال له يا فلان الديار طلبتها أهلها. قال كيف؟ قال رجال بروح لأهلي. قال عجل خليت أنت بشرط من الشروط، وأنا متفق معك أنك ما تأخذ شيء إلا خليت أنت شيء من الشروط. قال لا والله الحاصل كذا 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 كذا، ويعلمه بالسالفة كاملة. قال أجل ما دامه غصبا عليك ادخل البل ويعزل لك 15 ناقة، ادخل البل ويعزل لك 15 ناقة على مزاجك. يدخل ويعزل لك 15، يتودعه وياه يسلم عليه. مش الرجال يوم قدر حول 4 أيام وهو على طور وجهه. ذاك الرجال اللي قده طعنا في السن قدامه، رجال مبين عليه انه قد مرت عليه صفر مهيب شوي، قد مرت عليه ايام وليال يقدح فيها. ولا يتذكر اللي يقول إذا جهل تنشد ترى ما بها عيب، لا تنخدع على الجهل وانت السبايب. ما تقول انشد، ما تقول
ما قلت من تقول يوجد شايب يعلم الغيب، الغيب يعلم به مدير الهبايب. أنا ينشد لك من تقول من القوم شايب، عود النواصي جبهتها كلها شيب من كثر ما مرت عليها المصايب. قد صار على الدنيا على العسر تقول إيب، تقول في الغوص ولا فوق عوص النجايب. المهم ان الرجال قال له ايش عندك هذا الشايب؟ قال انا رجال تاجر ابيع نصايح. قال طيب عطني شيء من النصايح استفيد منه. قال النصيحة بناقة. قال يلا لا بعطيك ناقة. وش النصيحة؟ قال احذر من ابو عيون مبرق وابو سنون مفرق، هذا حط بينك وبينها جو النرتق. قال تم يعطيه ناقة. قالوا النصيحة الثانية؟ قال النصيحة الثانية بناقة النخل. وش النصيحة الثانية؟ قال النصيحة الثانية إلى ظهر السيل فلا تامن السيل، ويعطيه ناقة. قالوا النصيحة الثالثة؟ قال إذا صار عندك مشكلة في الليل فلا تحلها إلا بكرة، لا تستعجل على حلها، لا تتخذ قرار عندك في الليل كلش، الليل لا تتخذ فيه قرار. إذا صار عندك مشكلة في الليل أجلها إلى بكرة الساعة 9 10. ويعطيه الناقة الثالثة. ولا الرجال ما عاد باقي عنده إلا 12 ناقة. مش الرجال عقبه غباه الليل وامسى. يوم امسى طبعا عاده رايحين في الطريق قدام يغبيه الليل، شاف راعي ذيك المطيه. وين رايح يا ولد؟ قال انا رايح شمال. وين رايح؟ قال انا رايح شمال. اجل بنت خاوه. مش الرجال الرجال متلطم عليهم برد، حولوا في ذاك الوادي شبضوهم ويعجن ذاك القرص ويضبطه في ذاك السم. ويوم قام الرجال وفك اللطمه على سن الضوء فكها عشان ياكل القرص. فلا إذا وصف الشويبة اللي عطاه، فلا إذا أبو عيون برق وأبو سنون فرق. ولا الرجال ما عاد منهاش تكهرب منه، لكن هي أمسوا ويقوم ذا ولا ماخذ حيطه منه ويسوي فراشه يحط تحت ذاك الحصى ويلفه ويقوم على البشت مرة كأنه هي، ويروح يتقي في جنب ذيك الناقة يمشي ومرقبن عليه. ولا عنده أمتجين قصيرة. ولا ذاك يوم قام يتفكر فيه، ولا يوم استعدى على الفراش أعطيك الخنجر، وإذا كان قرصها قوته كلها فيه، يبغي يقتله ويأخذ حلاله. غرسها في هذا الحصى. ولا إذا مجلنا عليه قال اسمح لي أنا أغواني الشيطان وأنا قال لا أغواك الشيطان معشيك وغابقك لك لبن وتبغي تخدعني وتقتلني وتأخذ بلي، والله العظيم إن خلص العرب من شرك. رد لها ضربه فيهم وقع يدحرج ليقتله. ويمشي الرجال. مشى الرجال يوم جاء العصير فلا يلاك العرب، خيام وبل ومطايا ودنيا وير العرب توهم حالين. ولا يسهلهم طالع قد الحول اسبوعين. ولا هم بيحولون في ذاك الوادي ويحلون. وهم بيحلون في الوادي قال يا جماعة لا تحولوا في الطمع، يمكن يجيكم سيل سايق ربي من بعيد ويغرقكم. قالوا حنا بنحول هنا. يقوم يتذكر مرة نصيحة الشيبة، يطلع في راس ذاك الضلع ويمشي يضيع عليهم ليلا ما هو بليل ويغديهم السيل ويحجرهم. أمس الرجال وأصبح سارح. سرح الرجال يوم جاء دنو الليل فليتك بيوت هله ويا جماعة وإذا بيته عرفان ويا الرجال مشتاق عقل بله وضوى يوم ضوى دخل البيت فلا يمرته ولا يمسن عنده هذاك الرجال. بغى يقتله عقبه تذكر نصيحة الشيبة. لا تذكر نصيحة الشيبة يوم قال له لا تحل مشكلتك في ليل. أمس الرجال عند بله ما مساعده، أمسى النام حق مخه شغال تفكير يسوي للذاكرة ريستارت. المهم يوم أصبح جاء الرجال ربعه وسلم عليه مرحبا بكم أسهل رحبوا به هنا. قال هذا بيتك. الرجال يوم جاء هاي أمرته موجودة وهي ترحبه وتسهل. ويا الرجال كات من الغيظ وفي قلبه اللي في قلبه. شبت له الضوء وسوت له الهواء هنا.
ولا الرجال جايه الصبي صب عمره ب 16 او ب 17 دعاها قال عندنا ضيف. قالت وين الضيف؟ قال له وين الضيف؟ قال له الضيف شيثة. قالت هذا مو بضيف، هذا راعي البيت. قال راعي البيت ولدي؟ قالت نعم ولدك ظاهر من ظهرك. قال اللي عندي البارحة ممسي؟ قالت اللي عندي ممسي البارحة هو ولدك، وأنت ليلة أنت خدتني أصبحت أنت سرحت أنت وأنا حملت بذا الرجال. ولا الرجال اليوم هدى وهدت أعصابه، تذكر كلام الشيبة لو أن حل مشكلته البارحة وكت الأصبي هنا صبن نهبه الطول حمر عين ياكل حصى ولا قادنا كان سلاح مزهب تلوى عليه ويضمه. ولا الرجال يوم استانس الله رازقه بذاك الصبي اللي قد عمره 16 ومرته صاينته. ولا الرجال يوم استانس ومعه 12 خابط عقب ما عطى الشيبة ترى النصيحة منها 3. الرجال يوم استانس. فالحكمة من الموضوع أن الواحد إذا صار عنده أي قرار بيتخذه فيه خاصة القرارات المصيرية ما يتخذها على طول، حتى لو أنك بتطرش لك رسالة هام مثل شخص بعدين ممكن أنك تندم عليها ولا بتحسف عليها، لا خلها وبكرة طرشها روحك وراجعها وكذا. يعني حاول أنك دائما تكون قراراتك مدروسة ما تستعجل فيها نهائيا.